طبعا انتوا وحشتوني كتير كتير كتير، وما اقدرش اتكلم اكتر من كده واقول يعني ان انتوا وحشتوني كتير بامانه والله. وحشني ان انا انزل فيديوهات كتير. انا غصب عني الفتره اللي فاتت. طبعا النهارده جايه لكم بطريقه جديده، وفيديو النهارده تكمله للفيديو اللي فات بتاع تخليل الفسيخ. تعالوا نبدا بينا يلا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير. وحشني الكلام معاكم، وحشني الفضفضة معاكم، وحشني ان انا انزل فيديوهات بامانة، لانه بجد محتاجة دعمكم، ومحتاجة ان انتوا تشجعوني بجد يا جماعة. يا ريت بالله عليكم، يعني مش هتخسروا حاجة لما تدوسوا لايك، وان انتوا تفعلوا الجرس، وتشاركوني وتعملوا مشاركات ولايكات، عشان خاطر الفيديوهات بتاعتي تترفع وتتشاف بالله عليكم، عشان القناة تتفعل بقى. همتكم معايا. وقبل ما ابدا النهارده الفيديو بتاعنا، احب اشكر كل واحد وكل واحده شرفوني في قناتي. بجد انتوا شرفتوني ونورتوني، وبجد القناه نورت وزادت شرف، وزدت شرف، والقناه زادت شرف برضو بوجودكم معايا. بجد وجودكم بيفرق معايا كتير 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 والله، بيدعمني كتير وبيشجعني، وبيحسسني بجد ان انا بعمل حاجه كويسه، وان انا بأدي رساله كويسه، وان بحس ان انا برضو فيديوهاتي بتعجبكم وبتنال اعجابكم كتير يعني. فالحمد لله. بتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم، ودايما فيديوهاتي تعجبكم، ودايما الحاجات اللي بقدمها تستفيدوا منها، وكل الطرق اللي بقدمها تستفيدوا منها. ان شاء الله الصيف دخل علينا، وهقدم لكم وصفات حلوة كتير للصيف، والفواكه والعصاير والكلام ده بإذن الله. وهنقدم برضو حلويات حلوة برضو جديدة، وطريقة افتكاسات جديدة. تعالوا النهاردة ان شاء الله هنشوف الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة، تكملة للفيديو قبل كده، اللي هو اللي فات بتاع تخليل الفسيخ. طبعا الفيديو اللي انا هنزله النهاردة انا مصوراه من 5 ايام. انا فتحت على الفسيخ بتاعنا بعد اسبوع بالظبط، 7 ايام بالظبط يا جماعة. والله انتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي، ما شاء الله عليه. ما خدش اكتر من كده. في ناس تقولك بيبقى مدة، لا وممكن تفتحي عليه على 6 ايام، لو هو الفسيخ حلو يعني. الحمد لله. اللهم لك الحمد والفضل لربنا ان شاء الله. الحمد لله. انا عملت الفسيخ بطريقة كويسة، بالطرق بتاعته كلها والخطوات بتاعته صح، والحمد لله نجح معانا. وعلى فكرة انا عملته قبل كده بس من زمان، دي اول مره اعمله قريب يعني. والحمد لله هما كانوا 3 سمكات زي ما انتوا شايفين، كيلو بالظبط. واحنا قلنا قبل كده ان ده كان الكيلو ب110. جبته وانا اللي ملحته، وما خدش اي حاجه يعني، ما كلفش بكيسين الملح. يعني 115. 115، ولا احسن ما تروحي تجيبي ب300 ولا ب270 و280. لا، وفري واعمليه في البيت، حاجه نظيفه وضامنه نظافته وضامنه انه موجود كويس، ما فاتش عليه حاجه حشرات ولا الكلام ده، ولا اللي بيعمله مش هتعرفي ايديه نظيفه ولا لا. يعني جربي كل حاجه في البيت بايدك، المخللات بدل ما تشتريها من بره زي الفسيخ. اي حاجه انت بتشتريها جاهزه من بره، لا، البني ادم يقدر يعمل زيها واحسن منها. انت تقدري يا ست البيت تعملي احسن من اللي بتجيبيه من بره 100 مره، وضامنه نظافته وضامنه شكله وضامنه منين وجودته وكل حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، احنا فتحنا على الفسيخ الحمد لله. ريحته جبارة يا جماعة، ريحته حلوة جدا، ولا شكله والله كمان. الكاميرا يا حبايبي والله مش جايبة الحقيقة، ومش جايبة الوصف بتاعه بجد كويس. زي ما انتوا شايفين ملبن، ولا طعمه جميل. والحمد لله انا ما خليتوش مالح، انا مخلياه يعني عادي شوية يعني. هو مش وسط، اقل من الوسط، انت بقى تتحكمي فيه. معاكي بقى الليمون بتاعك، ومعاكي بقى الزيت، ومعاكي الشطة، ومعاكي كل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده الحلاوة والجمال اللي احنا شايفينه ده اختراع. اختراع يا كوتش. وجربيه يا ست الكل، ومش هتندمي. وشوفي طريقة الحلوة والسهلة، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. وهتفتحي عليه بعد 7 ايام، وهتاكليه بعد 7 ايام او 6 ايام كمان في الصيف في الحر ده. لو في الشتاء هيقعد معاكي من 10 ايام ل15 يوم، وهتاكلي برضو احلى فسيخ. زي ما انتوا شايفين الفسيخة وحلاوتها، ال3 فسيخات الفسيختين الكبار.
شايفينهم حلوين ازاي وملبن. انا ما فتحتش غير الفسيختين الكبار. الفسيخه الكبيره انا فتحتها بعد الفيديو وخليتها وحطيت عليها زيت، بس ما حطيتش عليها ليمون. معلومه احب اعرفها لك، يوم ما تحبي تخلي لي فسيخ وتحبي تخليه وتحطيه في الفريزر او في التلاجة، حطيه في علبه واخليه وحطيه في علبه وحطي عليه زيت، اوعي تحطي ليمون سواء حطيتيه في الفريزر او التلاجة، لان الليمون بيحدق الفسيخ كتير، بيخليه حادق قوي معاكي. وبالله عليكم انتوا شايفين الجمال ده والحلاوه ديت، يعني مفيش احلى من كده ولا احلى. يعني احنا احنا الاصلي وغيرنا التقليد الحمد لله. وده الجديد يا بلد التقليد الحمد لله. زي ما انتوا شايفين الحلاوه والجمال ده. بالله عليكم شجعوني كتير، ويا ريت تقولوا لي في التعليقات لو عجبكم الطريقه وشفتوا انتوا شكله بعد ما احنا فتحنا عليه حلو ازاي وجماله. بدل ما تشتري من بره، لا اعمليه في البيت وبنفس الطريقه وسهله ومش هياخد منك حاجه، وخطواته سهله جدا وبسيطه ومش فيش اي تعب ولا في اي مشكله. بالله عليكم شجعوني، وبالله عليكم ما تنسوش اللايكات والشير والسبسكرايب عشان خاطر الفيديوهات تترفع والقناة بتاعتي تتفعل. بالله عليكم محتاجة لكم والله، ومحتاجة وقوفكم جنبي. انا ان شاء الله الحمد لله قربت شوية ان انا اوفي شرط من الشروط. فبالله عليكم خلي القناة، هي القناة بقت قناتكم انتم، والفيديوهات وحاجات اللي بتعجبكم دي بقت حاجتكم انتم، مش قناتي انا بس والله. وارجع واقول تاني بجد الناس الجداد شرفتوني ونورتوني وانتوا على راسي. واتمنى كل الناس يعجبهم وصفاتي وكل اللي انا بقدمه يا جماعة بجد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، والحمد لله دائما وابدا ان ربنا بيوفقني ان انا انزل لكم كل حاجة بسيطة وبطريقة مبسطة. زي ما انتم شايفين الجمال ده. طبعا احنا عملنا معانا حمرت البطاطس وحضرت البصل. يلا على البصل بقى جنبه بالخل وبالليمون، تعصري عليه خل وليمون بقى وشوية ملح كده عليه وكمون. ومعانا البطاطس المقلية طبعا. وانا ما بحبش اقطع عليه جنبه طماطم، بحس انها بتبقى زفرة كده مبيبقاش لها طعم. بقى انا قطعت خيار تمام. والنهارده زي ما انتم شايفين الفيديو بتاعنا تكملة الفيديو اللي قبل كده. يا ريت الفيديو لو عجبكم دوسوا لايك، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم الحلوه، وتشرفوني بالقناه وتشرفوني بوجودكم وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد في الفيديوهات بتاعتي. واشوفكم على خير بمشيئه الرحمن باذن الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي طريقه جديده وفي كل حاجه نعملها في البيت. يا ريت ما تشجعوش اي منتجات من بره او اي حاجه من بره. جيبي الحاجه اعمليها في بيتك، هتضمني نظافة، هتضمني طعم حلو، وهتضمني في نفس الوقت الجودة بتاعتها والمكان وكل حاجة. وفي الآخر بيبقى ليها إحساس مختلف إن انت اللي عاملة كل حاجة في البيت، وإن انت اللي موفرة كل حاجة لولادك في البيت ولجوزك. إحساس بتبقي فرحانة قوي لما بتعملي الحاجة بإيديكي وبتطلع من تحت إيديكي يا ست الكل. واشوفكم على خير إن شاء الله في وصفة جديدة وفي طريقة جديدة وعلى خير وفي يوم جديد وفي وقت جديد. واشوفكم على خير يا حبايب قلبي، هتوحشوني كتير قوي. مع السلامة.